ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم سلطة جديدة كده ومختلفة، متكاملة من كل حاجة، فيها الخضار وفيها بروتين. هتعجبكم قوي وهتحبوها ومش هتبطلوا تعملوها. عارفين هتدمنوها زي ما انا ادمنتها. دلوقتي احنا بنحط الخضار اللي احنا بنحبه. انا دلوقتي معانا جرجير، ومعانا خيار، تمام، ومعانا جزر وطماطم. بس الطماطم دي هنقطعها واوريكم هنقطعها ازاي بطريقه تبقى حلوه كده ولذيذه. ومعانا ليمون كتير بقى ده عشان هنحتاجه ايه في الصوص اللي هنعمله ليها. ومعانا ايه، قرنين فلفل كده حلقين لزوم السبايسي. ماشي، هقطع الخضار واوريكم الطريقه اللي انا بقطعها بيها واوريكم. اهي دلوقتي ماما بتقطع لي الجرجير اهو. بصوا احنا عايزينه بالحجم الكبير ده، يبقى كبير كده عشان يبان واحنا بناكله. والجرجير لما بيتحط عليه الليمون والصوص اللي انا عامله ده بيبقى خطير، طعمه بيبقى جامد. اهوت هقطع بقية الحاجات وهوريكم. اهو دلوقتي احنا خلاص خلصنا الجرجير اهو، وهنقطع ايه، الخيار. الخيار كده قطعوه برضك مكعبات كبيرة عشان تحسوا بطعمه وما تبقاش الحاجة مفرومة، تمام، يعني الحاجة تبقى كبيرة. اهي هنخلص الكمية اللي معايا وخليكم معايا. احنا قطعنا اهو الجزر، تمام، بشرته. تبشروا الكميه اللي انتوا بتحبوها والنسب اللي انتوا بتحبوها. ومعانا الجرجير اهو والخيار اهو. هقطع دلوقتي الطماطم واوريكم. بصوا كده يا حبايبي، انا اهو خلاص قطعت الخضار كله، قطعت الطماطم فرمتها صغير جدا اهوت. بصوا صغيره، تمام. وبرضك التقطيع اللي انتوا بتحبوها، قطعت بصل شرايح رفيعه برضك او بالسمك اللي انتوا تحبوه. ومعانا هنا الجزر المبشور والايه والخيار. ودلوقتي انا بحمر على النار البانيه واقطعه واوريهولكوا بقى، ونيجي نعمل صوص خطير اهو. يا حبايبي دلوقتي ده البانيه اللي ماما كانت عاملاه النهارده يعني غدانا. فايه دلوقتي انا اخدته برضك هعمله في السلطه، تمام اهوت. تمام، هي وصفته موجوده على النت. هقطعه مكعبات كده واحطه في موجود السلطه. على القناة، احنا عاملينها اه على القناة. احنا عاملينه على القناه، هتلاقوه موجود. وصفه جامده، خشوا جربوها. اهو دلوقتي بصي ماما اهو بتقطعه اهو. بصوا انا عايزاه كده مكعبات كده عشان نسيب يبان نسيب طعمه في واحدة السلطه كده اهي. اهي. بصوا هو طعمه خطير. الناجتس اللي بنجيبه من الشارع، هو بطريقة بسيطة جدا وجميلة جدا في البيت، وآمنة ومضمونة لإيه، لعيالنا. منه سلطة خضرة وبروتين برضو في نفس الوقت. طبعا ده ممكن يتقلي في الاير فراير. بصي سخن اهي، مم. شايفينه بصوا دخل خارجة ازاي. انا اتلسعت. بصوا منظره. انا معايا هنا اربع اربع ليمونات. عصير 4 ليمونات، تمام. هحط عليهم الحاجات دلوقتي اوريهولكم. دلوقتي هو هحط معلقة زيت. حطينا معلقة زيت على ده الليمون. زيت زيتون. اه، حطي يا معلقة ماما. زيت على الليمون. تمام. ودلوقتي هنحط معلقتين مايونيز، اي كده هي واحدة. المعلقة دي كبيرة، فهو يعني ممكن هنحط نكتفي واحدة بيها ونص. اهي. اه وبس كده كفاية اوي. ده مايونيز نفس المعلقة اللي حطينا بيها الزيت. وهي دلوقتي نص ده معلقة مستردة. مستردة اهي. مستردة اهو. بنفس نص المعلقة معلقة برضك بنوزي كل حاجة. اهي. انا حطيت نص ربع معلقة اسمها ايه، الصوص اللي احنا حطيناه كمون. هنا، اه حطينا 4 ليمونات. عصير اربع اربع ليمونات، ليمونات حطينا معلقه ونص مايونيز، مايونيز. حطينا نص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، نص معلقه، فلفل معلقه فلفل اسود. اسود. وكمان حطيت انا نص معلقة عسل بس هي ما بانتش. وحطينا زيت. اه، هنقلب كل عسل المكونات دي ابيض. مع بعض كده. هنكون بقى، بصوا المكونات دي كلها اهي زي مم. ما انتم شايفينها كده، بالمضرب اليدوي اللي عندكم، مم. بشوكه، باي حاجه. مم. الصوص بعد ما خلص اهو، هنحط المكونات كلها في بولة واحدة وهنخلط مع بعض وهنوريكم الشكل بقى دلوقتي عامل ازاي. الجرجير اول اهو. حاجه حطيناها الجرجير اهو في بوله كبيره كده. هنحط هنبتدي نحط الطماطم. الطماطم بالطريقه دي. على الطماطم الكميه اللي انتوا عايزينها دي، مش ما فيهاش يعني ايه،
اللي انتوا عايزينه، الكميه اللي انتوا عايزينها للبيت. بعدها هنحط البصل، وهنحط بقيه الخضار كلها. والبصل بالطريقه دي كده. مم. بصوا متقطع ازاي اهو. عندنا جزر مبشور برضو نفس الحكايه، والخيار. ويا ريت الحاجه كلها ما تتقطعش صغيره قوي. الحاجه لما تتقطع صغيره قوي الفايده بتاعتها بتروح. فالاحجام الكبيره كده حلوه. بقى المقرمشه اللي احنا عملناها اهي، حتى لو ولادكم ما بيحبوهاش هيحبوها في قلب السلطه دي، وهتبقى جميله جدا ومغذيه جدا. خلاص كده حطينا اهو الفراخ اللي هي مقرمشه مع الصوص اللي احنا ايه ضربناه مع بعض بالشكل ده كده اهو. خلاص بصوا بنقلبها اهو، تتقلب بقى كلها كده مع بعضها، كله يخش مع بعضه ويمتزجوا مع بعض ويمتزجوا مع بعضه. اهو. بص الوانها خطيره. جميله والله، وطعمها هيبقى رهيب، وكلكم كبير وصغير هيحبها جنب اي اكل بقى معمول. يعني انا النهارده عامله محشي وفراخ، فانا فهوريكم حتى كمان الفراخ والمحشي وهو على النار مع السلطه دي تحفه. طبعا البصل ده لو مش انتوا حابينه بالطريقه دي انتوا ممكن تقطعوه صغير عشان لو محدش بيحب. ممكن تزودوا خضار تاني لو انتوا حابينه، ممكن تشيلوا خضار لو انتوا مش حابينه، براحتكم بقى، المجال واسع معاكم جدا. تمام. والقرن الفلفل نسيت اقطعه، يلا مش مشكله لا بقى. مش بس ده عشان اللي عايز، اللي عايز فلفل او مش اللي عايز امم براحتكم يعني. لما تكونوا انتوا كده. خلاص بقى، خلصنا كل حاجه الطبق هو بقى وهنقدمه كده، اهو. ده طبق التقديم بعد ما شلناه من البوله، ويتقدم بالمنظر ده، وكل مم. واحد ياخد على قده في طبقه. والف هنا وشفا. على قلبكم. واشوفكم والسلام فيديو جديد ان شاء الله، فكره جديده. والسلام والسلام عليكم عليكم ورحمه ورحمه الله الله وبركاته. وبركاته.